من أطيب المقرمشات المالحة اللي ممكن تحضروها والكل يتفق على حبها كروكيت البطاطا مع الدجاج. بالبداية رح أسلق الدجاج مستخدمة طنجرة الضغط الكهربائية. بعد ما شلت الزفرة بضيف المطيبات وبغلق الطنجرة، ومنحتاج لبطاطا قطعتها لمكعبات متساوية بالحجم، أضفت عليها مي باردة وتركتها تستوي دون ما أبالغ باستوائها. بصفيها من المي وبهرسها، وأول ما يستوي الدجاج بفتته وبضيفه فوق البطاطا. نحتاج لبصل، فلفل بارد، بقدونس، جبنة موزاريلا وملح وفلفل أسود، بهار كاري معتدل وفلفل مجروش وكزبرة ناشفة. نخلط المكونات مع بعضها وبنبدأ بتشكيلها. ناخد مقدار ومنكوره وبنعمل حفرة من الوسط، نحشيها بجبنة موزاريلا أو شيدر وبنشكلها مثل ما هو موضح بالفيديو. وللتغطية بنحتاج لبيض بنخففه مع الحليب، وبنحتاج مقدار من البقسماط. بالبداية رح نغطسها بالطحين وننفضها كتير كويس. بنغطسها بالبيض وبعدها بالبقسماط، ومجرد ننتهي بندخلها الثلاجة مدة نص ساعة. ولأني حضرت كمية كبيرة رح أخذ جزء منهم وأفرزنه، بعدها بحطها بالكيس وبغلفها بجهاز التغليف الحراري وبحفظها بالفريزر. والكمية المتبقية رح أحمي زيت وأنزل فيه الحبات، مجرد تتحمر من أسفل بحمرها من أعلى. واستمتعوا بأطيب مقرمشات مالحة وبالعافية.